اغرب موقف في حياتي انا هقوله دلوقتي، واول مره اصلا انتوا تسمعوا. كنت يا جماعه في مكان ما. كنت في بيتنا عادي. ايه اللي المكان ما ده؟ كنت في بيتنا عادي جدا. فطبعا انا صغيره ولسه بتعلم، واصلا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا نفسي قوي ابقى شيف جدا. يعني انا كان نفسي ابقى شيف قوي، وكنت او بحب الاعلام، فاهمين؟ يعني ما كنتش بشوف غير الشيفات بس. فكنت دايما اقول ايه، ادخل بقى المطبخ واقول لهم ومعاكم الشيفه رقيه دلوقتي، اهلا بيكم مع الشيفه رقيه. فكنت من ضمن الوصفات اللي انا بعملها من ضمن الوصفات كانت وصفه الكبده والقوانص. فقلت لهم هو يا جماعه بناخدها وبنغسلها ومش عارف ايه، وحطيتها على النار. فطبعا حطيتها على النار وحطيت التوابل وكده، فقعدت اقلب فيها وكده. فقعدت اقول لهم بصوا اهو تحفه، الريحه الله اكبر الله اكبر. وهي اصلا لزقت يا جماعه وبقت سودا. هي اصلا بقت سودا. اصلا ومفيش كاميرا عامة. مفيش اصلا. الله اكبر الله، والله العظيم كل اقول لهم كل يا جماعه ما كانت نشفت في الطاسه، كل ما بقت احلى واحلى واحلى. كل مش قادره. كل ما تنشف في الطاسه كل ما ريحتها بقت احلى واجمل. الله على الجمال. تاكلوا احلى كبد وقوانص، احلى كبد وقوانص. الصينيه اصلا طلعت متفحمه حرفيا. فده كان من المواقف الغريبه قوي، وبجد مضحك جدا. وبجد عايزه اقول لكم ان انا بتعلم. يعني انت بتتعلمي من اخطائك، فاهمين؟ فسيبي بنتك تدخل وانت تبقي معاها. يعني بلاش ايه ان انا ادخل لوحدي دي، عشان كنت بدخل لوحدي عملت كوارث من ضمنها كبد والقوانص دي. يلا بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو طب عجبكم. ثانية، انت عارفة من ضمن الوقت ده لما احنا كنا في الشقة دي برضو انا عملت حلقة قد كده، هنحكيه تاني يا جماعة في فيديو تاني، استنوا بقى. برضو باي. يس باي.